للمنافسين. وللاسف يمكن انتهت المباراه بفوز بيراميدز ب3 أهداف مقابل لا شيء. عمر الواحد ما كان يتخيل او يتوقع في ظل منافسه وبعد تعادل الزمالك امام انبي واستعاده الفرصه من جديد للمنافسه على الدوري انك تقدم المسابقه والدوري على طبق من ذهب للمنافسين. عمر ما تاريخ النادي الاهلي كله بلا استثناء على مدار التاريخ شفنا هذا المستوى وهذا الاداء وهذه الروح. جماهير النادي الاهلي لا تستحق اطلاقا هذه النتائج سواء من اللاعبين او من الجهاز الفني. اكتر حاجه كانت بتميز الاهلي دايما عبر التاريخ الروح، لكن عندما تفقد الروح في ارضيه الملعب لا تستحق اي شيء. لا تستحق بطوله الدوري ولا تستحق بطوله افريقيا. موسم سيء على كافه الاصعده. لم يتخيل احد ابدا ان يخسر الاهلي من بيراميدز ذهابا وايابا. فرق 6 نقاط امام الزمالك، كانت فرصه النهارده انك تستعيد من تاني مكانتك، لكن استحاله بهذا الاداء وبهذا المستوى ان ينافس الاهلي على بطوله الدوري. كابتن شريف، يعني تعليقك على المشهد اللي احنا شفناه النهارده، ومش عايز اتكلم في فنيات، بس يعني انا مش شايف فانيله الاهلي في الملعب، مش شايف روح الاهلي في الملعب، مش شايف مستوى، مش شايف اداء، مش شايف حاجه خالص. يعني اللي احنا شفناه كلنا ده اسمه كارثه وصمه عار لكل لعيب موجود في الملعب وقاعد على الدكه وبالجهاز الفني بالكامل. انا شايف اللي حصل ده وصمه عار في تاريخ النادي الاهلي. اللي حصل ده انت لا تمثل، في لعيبه كتير لا تمثل التيشيرت الاهلي اللي هي لابساه، مش حاسه بقيمه التيشيرت اللي هي لابساه. لعيبه موجوده في الملعب ما عندهاش ولا روح ولا نخوه ولا جدعنه. خليك جدع جدع، خلي عندك اخلاص يا اخي، ده شغلك حتى يا اخي، ده شغلك، موت نفسك عشان شغلك يا اخي. انت في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللامبالاه دي؟ بقى ايه في؟ عندي 10 دقايق النادي الاهلي، عندي 10 دقايق وقت ضايع، حتى اللعيبه كلها عايزه الماتش يخلص. ايه ده؟ فين الروح؟ فين الخوف على بعض؟ في لعيبه مش عاجبها انها قاعده على الدكه. ليه يا حبيبي؟ انت بتعرف النادي الاهلي؟ انت عارف يعني ايه نادي الاهلي ولا مش عارف؟ اللعيبه دي مش حاسه بقيمه النادي اللي هي فيه. النادي ده اكبر من اي حد. اللي مش عاجبه يمشي. ما يخلوش شكلنا كده. انا مش قادر اتخيل انك في بطوله افريقيا تخسر على ارضك من الترجي 3 والنهارده من بيراميدز ايضا 3، وانت كان عندك فرصه النهارده تلغي كل اللي فات وتقدم مباراه على الاقل حتى تسعد جماهيرك اللي كانت موجوده النهارده في المدرجات وجت بكثافه وعندها امل ان في ناس على الاقل حتى تحس وما تاثرش في حق النادي وفي حق جماهيرها. كابتن ايمن، الواحد حزين صراحه، يعني اداء ولا اسوأ، تغييرات ولا أسوأ، بداية ماتش ولا أسوأ. لا يعني دي مش روح النادي الأهلي، مش ده اللي احنا اتربينا عليه في داخل النادي الأهلي. الواحد مشفق على الجمهور والواحد مشفق على نفسه، ان هو يعني شايف الجمهور بيشجع 90 دقيقة وما أثرش وراحوا. بجد بصراحة هم اللي يستحقوا الشكر، هو جمهور النادي الاهلي. وعلى السوشيال ميديا بيحسسك انك لسه في المنافسه. والامور يعني انا كان نفسي ان انا اقول ما انتهتش، بس هي انتهت يعني. لا خلاص صعبه. خلاص انت يعني مش انت كل ما تجيلك الفرصه بتضيعها. يعني خلاص الفرصه كانت في ايدك وانت يعني سلمت من بدري جدا خلاص. فالامور الواحد حزين جدا. اللعيبه تتحمل المسؤوليه كامله، الجهاز الفني بالكامل يتحمل المسؤوليه كامله. بشكر الجمهور ان هو وقف لحد الدقيقه، بعد الدقيقه 90 10 دقائق واقف لحد الاخر بيشجع فرقه النادي الاهلي. فهم دول اللي يستحقوا الشكر الصراحه. كابتن شريف، انت بتتفرج على الماتش